السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الآية كروشيه. معاكم آية إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض شنطة للأطفال بطريقة سهلة وبسيطة بغرزة العمود بلفة. البنات المبتدئة تقدر تنفذها بكل سهولة. هستخدم في الفيديو ده خيط مكرمية فرنساوي على فتلتين، وكمان هستخدم معاه إبرة 3.5 مليمتر، وهستخدم مقص وإبرة تنظيف. جهزوا أدواتكم وتابعوني ويلا نبدأ. ودلوقتي هنبدأ مع بعض. بعد ما عملنا عقدة البداية هنبدأ نرتفع ب22 سلسلة. 1 2 3 4 5. ورجعت لكم تاني بعد ما ارتفعت بال22 سلسلة بتوعي، ودول اللي انا هبدأ بيهم قاعدة الشنطة. طبعا انتي تقدري تستخدمي اي خيط متوفرة عندك مع الابرة المناسبة ليهم، وكمان تقدري ان انتي تبدأي القاعدة بعدد اكبر او اصغر حسب الطفلة اللي انتي بتعملي لها الشنطة. بعد ما عملت ال22 سلسلة هبدأ ان انا ارتفع سلسلتين، وهلف لفة على الابرة بتاعتي، وهدخل في تالت غرزة عندي زي ما احنا شايفين كده، وهعمل فيها 2 عمود بلفة. دي 1، وفي نفس الغرزة هعمل عمود تاني بالشكل ده كده. بعد كده هلف لفة على الابرة وهدخل في الغرز اللي بعدها على طول، الغرزة اللي بعديها على طول هعمل عمود بلفة، وكمان الغرزة اللي بعديها، وهكمل بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة لحد ما اوصل للغرزة اللي فيها عقدة البداية بتاعتي. ورجعت لكم تاني، واتبقى عندي اخر غرزة في الدور، وهي الغرزة اللي فيها عقدة البداية. هبدأ ان انا الف لفة على الابرة وهدخل في الغرزة دي، وهشتغل فيها 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3 ادي 4. هاخد خيط البداية هشتغل عليه بالشكل ده كده. تمام. بعد ما عملت 4 عمود بلفة هبدأ ان انا ادخل عادي في الغرزة اللي انا كنت اشتغلت فيها، وهعمل فيها عمود. هشتغل في الجهة المقابلة دي كلها عمود بلفة، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة بس بالشكل ده كده. اتمنى الفيديو يكون واضح، واتمنى ان لسه لو ما عملتوش اشتراك في القناة تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد هننشره ان شاء الله. بالشكل ده كده، بالشكل ده كده هكمل لحد نهاية الدور. ورجعت لكم تاني، واتبقى عندي اخر غرزة في الدور، ودي الغرزة اللي انا كنت اشتغلت فيها بالفعل اول 2 عمود بلفة. تمام. هبدأ ان انا ادخل فيها وهعمل 2 عمود بلفة عشان يبقى معايا التوتال في الجزء ده 4 عمود بلفة، وفي الجزء ده 4 عمود بلفة برضو. تمام. بعد ما عملت 2 عمود بلفة هبدأ ان انا ادخل في اول غرزة عندي، اول عمود بلفة انا عملته، وهقفل بمنزلقة بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هرتفع 2 سلسلة، وهلف لفة على الابرة، وفي نفس الغرزة هدخل وهعمل عمود بلفة، والغرزة اللي بعديها عمود بلفة. طبعا في بقية الشنط احنا كنا بنشتغل اول دور وتاني دور بنبدأ ان احنا نعمل فيه تزايد. انا عشان الشنطة دي لطفلة فانا مش هعمل تزايد خالص، انا هشتغل الدور ده كله عادي خالص في كل عمود بلفة غرزة عمود بلفة واحدة بس. حتى في الجوانب، حتى في ال4 غرز دول هشتغل برضو فوقيهم كل غرزة غرزة عمود بلفة واحدة بس. بنفس الطريقة كده هكمل لحد نهاية الدور. ورجعت لكم تاني، واتبقى عندي اخر غرزة هبدأ ان انا اعمل فيها عمود بلفة. البنات المبتدئة ما تتلخبطش في الغرزة دي، لان دي مش غرزة، دي غرزة المنزلقة. تمام. هبدأ ان انا اقفل بمنزلقة في اول عمود عندي بالشكل ده كده. تمام. شايفين شكلها بدأ ياخد معايا ازاي؟ احنا كده ارتفعنا اول دور، وده تاني دور اللي احنا ارتفعناه. بقى كده احنا ارتفعنا مع بعض دورين. هبدأ ان انا اكمل بنفس الطريقة فوق كل عمود بلفة عمود بلفة واحد بس، بدون اي تزايد وبدون اي تناقص. تمام. لحد 6 ادوار، يعني توتال الادوار اللي معايا هيبقوا 8 ادوار. انا هكمل ال6 ادوار بنفس الطريقة وهرجع لكم.
ورجعت لكم تاني بعد ما ارتفعت ب6 ادوار. التوتال معايا بقى 8 ادوار. اتبقى معايا اخر غرزة هنبدأ ان احنا نعملها. تمام. هلف لفة على الابرة وهدخل في اخر غرزة عندي وهعمل عمود بالشكل ده كده. بعد كده هدخل في اول عمود عندي وهعمل منزلقة. بعد كده هرتفع سلسلة وهقص الخيط بتاعي بالشكل ده كده. تمام. وبقت معايا بالشكل ده. دلوقتي هبدأ ان انا اوصل الخيط التاني بالشكل ده كده. هنبدأ مع بعض نوصل الخيط التاني. تمام. وهناخد الخيطين دول طبعا وهنشتغل عليهم كلهم، بس هرتفع سلسلتين عشان برضو هنكمل بعمود بلفة. تمام. بالشكل ده كده هلف لفة على الابرة وفي نفس الغرزة اللي انا دخلت فيها هعمل عمود بلفة. الغرزة اللي بعديها برضو هعمل عمود بلفة. تمام. الغرزة اللي بعديها برضو عمود بلفة، وهكذا فوق كل غرزة عمود بلفة واحدة بس لحد نهاية الدور. ورجعت لكم تاني واتبقى عندي اخر غرزة في الدور. هبدأ ان انا اشتغل فيها برضو عمود بلفة، وهروح على اول غرزة عندي، اول عمود انا اشتغلت فيه، وهسحب خيط وهقفل بمنزلقة بالشكل ده كده. تمام. بعد كده ارتفع سلسلتين برضو واشتغل برضو دور من العمود بلفة، بس المرة دي هنشتغل دور العمود بلفة في الحلقة الخلفية. هلف لفة على الابرة بتاعتي وهدخل في الغرزة بالشكل ده كده. دي الغرزة عندي، ده كده تحت الحلقتين. تمام. لا، انا هدخل في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده، يعني هدخل بين الحلقتين. تمام. هسحب خيط وهطلع حلقتين وبعدين من حلقتين هسحب خيط تاني، هلف لفة على الابرة وهدخل جوه الحلقتين بالشكل ده كده. هسحب خيط وهطلع من حلقتين وبعدين حلقتين. تمام. بالشكل ده كده كده. ده كده انا بدخل تحت الحلقتين، لا انا هدخل بين الحلقتين بالشكل ده كده عشان انا عايزة اشتغل في الحلقة الخلفية. تمام. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده هكرر لحد نهاية الدور. بنشتغل عمود بلفة واحد بس في كل غرزة في الحلقة الخلفية. ورجعت لكم تاني وبقى عندي اخر غرزة في الدور هشتغل فيها عمود في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده. تمام. وبعد كده هروح على اول عمود عندي وهعمل منزلقة بالشكل ده كده. بعد كده ارتفع سلسلتين ويشتغل فوق كل عمود بلفة واحد بس بنفس الطريقة كده لحد نهاية الدور. ورجعت لكم تاني واتبقى عندي اخر غرزة في الدور هبدأ ان انا اعملها بالشكل ده كده، وهروح على اول عمود عندي وهقفل بغرزة منزلقة. وبقت معايا بالشكل ده كده. انا طبعا علمت الاجزاء دي كده بماركر عندي، يعني عملت كده وخدت هنا بماركر وهنا بماركر عادي خالص بشكل كروكي يعني. ولان هنا الجزء ده هعمل فيه الايد بتاعه الشنطة. دلوقتي هبدأ ان انا ارتفع بسلسلتين بالشكل ده كده، واشتغل برضو فوق كل غرزة عمود بلفة بالشكل ده كده لحد ما اوصل للماركر بتاعي. بعد ما وصلت الماركر بتاعي هبدأ ان انا اشيله بالشكل ده كده، وهشتغل مكانه عمود بلفة، وهرتفع 25 سلسلة. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 و25. وبعد كده هبدأ اروح للماركر بتاعي التاني. انا طبعا هسيب كل الغرز دي مش هشتغل فيها، هروح الماركر بتاعي التاني هشيله بالشكل ده كده، وهلف لفة على الابرة وهدخل جوه مكان الماركر بتاعي وهعمل عمود بالشكل ده كده. تمام. بعد كده الغرزة اللي بعديها على طول هعمل عمود وهكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل برضو للماركر بتوعي، ومكان الماركرز هرتفع ب 25 سلسلة زي ما عملت في الجزء ده، هعمل فيه الجزء التاني. وكل الغرز اللي انا هشتغل فيها طبعا هتبقى فوقيها عمود بلفة واحد بس بدون اي تزايد ولا تناقص. انا هكرر بنفس الطريقة لحد نهاية الدور. وصلت معاكم لاخر غرزة عندي في الدور، هبدأ ان انا اشتغل فوقيها عمود بلفة. تمام. وهروح على اول عمود عندي وهقفل بمنزلقة. انا في الدور ده مش هرتفع سلاسل، انا هكمل عادي خالص جوه الغرزة التانية منزلقة بنفس الطريقة كده. الدور ده هيبقى عبارة عن منزلقة وغرز حشو، يبقى في كل الغرز اللي عندي دي هعمل فيهم منزلقة لحد ما اوصل للسلاسل بتوعي اللي انا عملتها في ايد الشنطة بالشكل ده كده. وصلت لاول سلسلة عندي، هبدأ ان انا ادخل فيها بالشكل ده كده وهعمل حشو. السلسلة اللي بعديها برضه هدخل فيها وهعمل حشو بنفس الطريقة كده. اتمنى الفيديو يكون واضح. في ال25 سلسلة بتوعي اللي انا ارتفعت بيهم هعمل فيهم كلهم حشو. ووصلت للغرزة اللي انا اشتغلت فيها عمود بلفة، هبدأ ان انا ادخل فيها وهعمل منزلقة بالشكل ده كده، وهكمل منزلقة في كل الغرز اللي هتيجي عندي في الدور بالشكل ده كده لحد ما اوصل للسلاسل بتاعتي، وهشتغل فيها برضو حشو زي ما انا اشتغلت في السلاسل ديت. هكمل بنفس الطريقة كده لحد نهاية الدور وهرجع لكم. ورجعت لكم تاني واتبقى عندي اخر غرزة هعمل فيها منزلقة بالشكل ده كده. بعد كده هرتفع سلسلة وهقص الخيط بتاعي بالشكل ده كده، والشنطة كلها بقت بالشكل ده كده. تمام. طبعا انت لو حابه ان انت تطولي ايد الشنطه اكتر من كده مفيش مشكله خالص، هترتفعي اكتر من 25 سلسله وهتشتغلي عليهم زي ما احنا اشتغلنا بالظبط. لو حابه ان انت تشتغلي كمان ايد للشنطه وتركبيها من الجزئين دول كده مفيش اي مشكله خالص. تمام. دلوقتي هنبدا ان احنا نعمل في الجزء اللي احنا كنا سيبناه دول، اللي هي الغرز دي. لو احنا شايفينها احنا طبعا كنا اشتغلنا في الغرز في الحلقة الخلفية، فعندنا الحلقة الأمامية. هنشتغل في الحلقة الأمامية دي دور من العمود بلفة برضو بس بطريقة معينة عشان يعمل زي كشكشة كده أو فيستونات للشنطة. تمام. وهبدأ ان انا اوصل الخيط بتاعي في الحلقات الأمامية اللي انا كنت سبتها. تمام. احنا اشتغلنا في الدور ده في الحلقات الخلفية بس وسيبنا الحلقات الأمامية. هبدأ ان انا اوصل الخيط بتاعي بالشكل ده كده وهرتفع سلسلتين وهبدأ في نفس المكان اللي انا ارتفعت بيه بسلسلتين هشتغل 2 عمود بلفة. تمام بالشكل ده كده. وبعديها هلف لفة على الابرة والغرزة اللي بعديها برضو زي ما احنا شايفين كده في الحلقة الامامية. تمام. هشتغل برضو 3 عمود بلفة، 1 2 3. وبرضو في الحلقة اللي بعديها. تمام.
تمام. زي ما احنا شايفين كده هشتغل 3 عمود بلفة. تمام. هروح برضو على اللي بعده زي ما احنا شايفين كده، وهشتغل 3 عمود بلفة. هشتغل بنفس الطريقة في الحلقات الأمامية اللي أنا سبتها، تمام، لحد نهاية الدور. في كل غرزة عندي هشتغل 3 عمود بلفة عشان يديني شكل الكشكشة أو شكل الفستونات دي. تمام. ورجعت لكم تاني، واتبقى عندي آخر غرزة هبدأ إن أنا أعمل فيها 3 عمود بلفة بالشكل ده. 1 2 3. وبعد كده هروح على اول غرزة عندي بالشكل ده كده، وهقفل بمنزلقة. تمام. وبعد كده هرتفع سلسلة وهقص الخيط بتاعي بالشكل ده كده. شايفين بقت معايا عاملة ازاي بالشكل ده. طبعا الخيوط دي اللي من الداخل والخيوط اللي من الخارج هنضفها بإبرة التنظيف او ممكن نلسعها بالولاعة، مفيش مشكلة خالص. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصنا نضفت الخيوط بتاعتي من الداخل ومن الخارج، والشنطة بقت معايا بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. وكمان ركبت لوجو. انت ممكن تركبي لوجو كمان او ممكن تركبي فيونكة او وردة في المكان ده، مفيش اي مشكله خالص، دي حاجه ترجعلك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك او سبسكرايب، وكمان تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتسيبولي تحت الفيديو اقتراحاتكم واستفساراتكم هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.